ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية العامة. يعني ايه مؤشرات؟ يعني بيقيسوا نسبة السنة اللي فاتت بالنسبة للسنة دي، بالنسبة النجاح ونسبة كل مادة عن السنة اللي فاتت للسنة دي. يعني بمعنى أصح بيقارنوا بين السنة اللي فاتت والسنة دي، فدي تنسيقات أولية مش أكيدة لحد ما التنسيق ينزل. بمعنى أصح هو بيقول لك الأقرب من السنة اللي فاتت هيكون التنسيق عامل ازاي بالنسبة للمجاميع. هنتكلم عن الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. أول حاجة هنبتدي عندنا بكلية الطب البشري. كلية الطب البشري التنكية بتاخد من 93%. عندنا كلية أسنان هتاخد من 92. الكلام ده برضه مرحلة أولى بس. طبعا في مرحلة أولى وتانية وتالتة. المرحلة الأولى تبقى أعلى مرحلة، تبقى الدرجات أعلى شوية. مرحلة تانية بيقل 1 أو 2%. كلية الصيدلة 91.7. طبعا يعني انت مثلا لو جبت 90% مرحلة تانية تلحق صيدلة. فهمت قصدي؟ هي دي الفكرة. كلية علاج طبيعي 92%. كلية الهندسة 88.6. كلية حاسبات ومعلومات كانت واخدة من 83%. تمريض كان واخد من 94.4. كلية الألسن كانت واخدة 94.4. ده بالنسبة للشعب الأدبية. كلية الآثار 78%. كلية الإعلام 83.1. كلية سياسة واقتصاد 95.1 برضو. كلية الآداب واخدة من 60%، أو يعتبر 61%. كلية تجارة 68.7. تمام. ده بالنسبة للتنسيق الجامعات الحكومية. طبعا زي ما قلنا ده تنسيق مرحلة أولى. يعني مرحلة أولى يعني بعد كده في المرحلة التانية هيبقى أقل، وممكن التنسيق لما ينزل من الوزارة يكون أقل شوية. فما تقلقش من حاجة زي دي. طيب، هي برضك نتكلم عن كام حاجة. احنا قلنا علم الرياضة هندسة بتاخد من 88.6. حاسبات 83.4. فنون تطبيقية 80%. ده الكلام ده لعلم الرياضة. طب أدبي سياسة واقتصاد 85%. إعلام 83. ألسن 84.4. آداب 60.8. طيب بالنسبة لعلم علوم كان طب ياخد من 93. ده النسبة التقريبية طبعا. طب أسنان 92.8. علاج طبيعي و92.1. يعني انت معنى صح لو جايب 91 او 92 او 90 مرحله تانية ممكن تلحق اسنان او علاج طبيعي. صيدله 91.7 نفس الكلام. ممكن تجيب 90% او 90 وشويه تلحق صيدله مرحله تانية. علوم 85%. دي طبعا مش نسب ثابته خالص. تمريض 84.5. تعال نشوف الجامعات الخاصه. يعني ايه بيقول لك الجامعات الخاصه، مؤشرات الجامعات الخاصه بالنسبه للسنه دي لو انت عايز تخش جامعه خاصه. ركزوا معايا في الكلام اللي هقوله ده. عندنا كلية طب في المنصورة الجديدة الأهلية 82%. كلية الجلالة العالمين 79%. جامعة سينا بفروعها اللي هي شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 77%. الملك سليمان بفروعها 77%. طب طب أسنان واخدة فيه 80%. المنصورة الجديدة. جامعة الجلالة العالمين واخدة 79%. جامعة سينا بفروعها نفس الكلام زي ما قلنا، الإسماعيلية والأهلية وشرق بورسعيد 77%. الملك سلمان بفروعها 77%. العلاج الطبيعي 78%. في كلية المنصورة الجديدة. الجلالة 76. وسينا بفروعها هتبقى 76. الملك سليمان ما فيهاش علاج طبيعي، ما مش منزلين. صيدلة 74%. المنصورة. عندنا جامعة الجلالة بالنسبة للصيدلة 73%. سينا بفروعها 73%. الملك سلمان 73%. طيب الطب البيطري عندنا واخد من 70% الجامعات الخاصة اللي هي زي المنصورة، ومش واخد في الجلالة ولا في سينا. واخد في الملك سليمان ب 68%. الهندسة 68 للمنصورة. الجلالة أو العالمين اللي هي في العالمين 66%. عندنا سينا بفروعها 66%. الملك سلمان بفروعها 65%. طب حاسبات 62%. الجلالة 61%. سينا بفروعها 61%. الملك سلمان 60%. دي كليات بالنسبة أو تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالحد الأدنى للمقابل. تمام. وأنا طبعا هسيب لكم كل الصور بتاعت التنسيقات دي في آخر الفيديو لو أنت عايز تشوفها وتاخد سكرين شوت ليها.
وبس كده. وايا يكن المجموع بتاعك خليك راضي عنه. مجموعك في الاول وفي الاخر مش هيحدد حاجه قدام. طيب بالنسبه للناس اللي مجموعها من 50% ل 70%، هعمل لكم فيديو ايه الكليات المتاحه ليك انك تخشها، واحسن الكليات بالنسبه ديت من 50% 70% باذن الله. فلو انت مش مشترك اشترك في القناه، فعل الجرس عشان هنزل لك فيديوهات، او لو انت تعرف حد صاحبك محتاج الفيديو ده اعمل له شير علشان يوصل له الفيديو. اول ما انزل فيديو يوصل. تمام. سيب لكم في الاخر زي ما قلت سكرينات بالتنسيقات. وطبعا دي مش نسب ثابته، دي نسب متغيره، يعني دي مؤشرات، يعني حاجات من السنه اللي فاتت للسنه دي بتدل انها ممكن يكون كده. يعني ممكن يكون اقل شويه او ممكن يكون اعلى شويه. بس كده.